السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. اليوم جيت نشارك معكم الروتين ديالي اللي كان نستعمل، يعني من بين الروتينات اللي كنستعمل لوجهي واللي كان كنلقى عليه واحد النتيجه زوينه بزاف، خصوصا وان انا البشره ديالي حساسه بزاف. يعني هاد الوصفات بجوج ولا هاد الروتين اللي غادي نشارك معكم اليوم، خصوصا الناس اللي عندهم بشره حساسه، يعني البشره ديال الوجه حساسه بزاف. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه اللي ضروري نبداو بها في اي روتين ولا في اي وصفه خصنا نطبقوها على وجهنا، هي كنظفوا الوجه ديالنا مزيان بالجيل النيتوايون اللي كنستعملو واللي كيوالم البشره ديالنا. انا بالنسبه ليا كنستعمل هاد الجيل نيتوايون هذا اللي سبق لي وشاركته معكم وهضرت عليه في واحد الفيديو، غادي تلقاوه في القناه. المهم انا هاد الجيل هذا ما كنستغناش عليه الصراحه. الله جربت بزاف ديال المنظفات ديال الوجه، يعني ما كنجبرش عليهم كما قلت لكم، خصوصا وانا البشره ديالي حساسه بزاف. هذا زوين بزاف، فيه 0% صابون، 0% الكول، بارابين، كولورون، يعني ما فيهش داكشي كامل اللي كيضر او لا اللي كيتسبب في الحساسيه ديال الوجه، ديال البشره ديال الوجه اللي كتكون سونسيبل، يعني حساسه. ها هو هذا اللي كنستعمل انا. تقدروا تستعملوا، يعني كاينين بزاف ديال لي جيل نيتوايون، كل واحد يستعمل داك الشيء اللي كيولمو اولا الماركه اللي كتولمو. سميتو غاسين فيتا، هذه هي الماركه اللي كنستعمل. كناخذو من باغا فارماسي اولا من الفارماسي، موجود والثمن ديالو جد مناسب. وبعض المرات كيعملوا فيه لي برومو اللي هما زوينين، كيكونوا معاه جيل دوش ولا كيكون معاه سيروم، ولا المهم كل مره من عرض كيديروا فيه. هذا زوين بزاف البنات. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، المهم اول حاجه غادي تنظفوا الوجه ديالكم بالصابون اولا بالجيل نيتوايون اللي كيولم البشره ديالكم. كتنظفوا البشره مزيان، وموراها غادي ندوزو باش نحضر معاكم الكوماج اللي كنستعمل انا لوجهي. الكوماج اللي غادي نشارك معاكم هو هذا المعروف والغني عن التعريف، يعني الاغلبيه ديال الناس كيستعملوه وكيوالم جميع انواع البشره، سواء الحساسه او لا العاديه. ولهاد الكوماج هذا غادي نحتاجو هنايا كما كتشوفوا معايا. عندي هنا القهوه، البودره ديال القهوه، المهم اي قهوه كتكون عندكم كتستعملوها. انا غادي نستعمل القهوه هنايا كما كتشوفوا، البن ديال القهوه. وغادي ندير معاه هنايا زيت الزيتون. زيت الزيتون اذا كانت نوعيه جيده، يعني شي حاجه اللي مزيانه ومحصوره على يدكم ويعني عندكم مضمونه. انا هذه الزيت ديالي يعني على يدي، شي حاجه اللي مزيانه، ولهذا غادي نستعملها. غادي نضيف على هاد القهوه هذه واحد المعلقه ديال زيت الزيتون. بالنسبه لهاد الكوماج هذا كاين اللي كيزيد عليه سكر سنيده. انا بالنسبه ليا بشرتي كما قلت لكم حساسه، ما كنديرش السكر اولا ما كنديرش سنيده، حيتاش كتجرح ليا البشره ديالي وما كتجيش معايا. صافي غادي نخلط هنايا هاد جوج المكونات، الزيت وهذا والقهوه، وغادي نقوميو بهم الوجه. بالنسبه للزيت تقدروا تستعملوا اي زيت عندكم، يعني اللي كتجي مع البشره ديالكم، سواء زيت اللوز، زيت ارغان، زيت اللوز بقاو تعصروها على يديكم من الاحسن. وحتى زيت اللوز حتى هي دابا راه ولاو بزاف ديال المعشبات كيعصروا هكا، كيحصروا لك الحاجه على يدك ديك الساعه، يعني وانت كتشوفي بعينك. المواكن راهم موجودين، اي عشاب دابا كتلقى عنده الاله ديال التعصر، كيعصر لك اي حاجه بغيتيها، اللوز، الكاوكاو، اي بذور بغيتيهم، اي بذور سواء ديال التجميل ولا مهم تستعمليها لاي حاجه. انا هذه كانت عندي معصوره على اليد، هذه زيت اللوز حتى هي بعض المرات كنستعملها. اما كنستعمل زيت اللوز، زيت الزيتون كما قلت لكم، اولا هذه زيت اللوز. دابا من بعد ما غادي نخلطوا كما قلت لكم القهوه مع الزيت، ملي كنخلطوهم مزيان بهذه الطريقه هذه، نقدروا نزيدوا شويه ديال الزيت. انا غنزيد واحد القطيره
قطيره هكا، خصوصا الناس اللي كتكون عندهم البشره ديالهم جافه. انا بالنسبه للبشره ديالي عندي بشره مختلطه، وفي نفس الوقت كما قلت لكم حساسه بزاف. صافي كناخذوا الكوماج ديالنا وكان هكا كنقوميو به البشره ديالنا، البشره ديال الوجه كنحكوا بهذه الطريقه هذه بشويه علينا باش ما نجرحوش البشره ديالنا، خصوصا اذا كانت القهوه حرشه بزاف. بالنسبه للقهوه البنات حاولوا تاخذوا القهوه اللي كتكون هكا مطحونه، يعني ميله نيله عفوا، ما تكونش ديك الحرشه بزاف باش ما تجرحش لكم وجهكم. صافي كتبقاو كتقوميو بهذه الطريقه هذه بطريقه دائريه، وغير بشويه ما تضغطوش وما تكيوش على البشره ديالكم، راه غادي تجرحوها. وكيف ما كان النوع ديال البشره سواء حساسه ولا عاديه، واخا ما تحسوش بالجرح راه يعني مع المده كيبانوا الاضرار ديال ديك ديال الجروح في البشره ديالكم. وبالنسبه للناس اللي عندهم حساسه راه ديك الساعه كتحسي بها كتوزوز لك ولا بواحد الحموريه بزاف في وجهك، يعني بواحد الطريقه غير عاديه. ولهذا ملي تقومي وجهكم قوميوه غير بشويه كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه بطريقه دائريه، واحد المده ديال 10 دقائق حتى المهم ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق. صافي ملي كتحسوا بالبشره ديالكم ولات رطبه ونقيه، ديك الساعه كتغسلوا وجهكم بالماء يكون دافي. الماء يكون دافي البنات كما كنقول لكم، ضروري يكون دافي، ما تغسلوش بالماء بارد مكلاصي. هذيك المرحله غادي نديروها من بعد ان شاء الله. ما غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف، اولا واحد الماسك اللي هو زوين بزاف فيه مكونات بسيطه اللي غادي نشاركه معكم حالا ان شاء الله. من بعد ما غادي نغسل يدي وغادي نكمل. ودابا من بعد ما نظفنا البشره ديال الوجه ديالنا بجيل نيطوايون كما ذكرت معكم في الاول، من بعد ما نقيناها مزيان واستعملنا هذا الكوماج هذا اللي قلت لكم، حكينا البشره ديالنا ونظفناها صافي وزولنا ديك البشره الميته اللي كتكون عندنا في الوجه كلها. دابا غادي نغسلو كما قلت لكم الوجه ديالنا بالماء يكون دافي غير واحد شويه، ما يكونش سخون، حيت الماء سخون ما تستعملوهش لوجهكم بتاتا. ما عمركم تغسلوا وجهكم البنات بالماء سخون، حيتاش كيتسبب في ترهلات ديال البشره وكيقشر الوجه. المهم كيدير بزاف ديال الاضرار اللي خايبين البشره ديال الوجه ديالنا. من الاحسن الا درنا شي وصفه بغينا المسامات ديال وجهنا يبقاو محلولين، حيت من بعد ما استعملنا واحد الكوماج اولا واحد المقشر للوجه ديالنا، من الاحسن نغسلو غير بالماء دافي باش يبقاو المسامات محلولين. وموراها غادي نستعملوا هذا الماسك هذا اللي قلت لكم البنات، اللي فيه هاد المكونات هادو بجوج اللي هما اساسيين ومفيدين بزاف للبشره، كيعطيو واحد النضاره زوينه بزاف للبشره وواحد البيوضه وكيصفيو الوجه بواحد الطريقه زوينه بزاف. المكون الاول اللي هو هذا الدقيق ديال الحمص، هذا الدقيق ديال الحمص البنات غادي نضيف ليه هنايا، غنضيفوه هو الاول كما كتشوفوا معايا، وغادي نضيف ليه هنايا الحليب اللي غليته البنات، غليته حتى وصل لدرجه الغليان وطلعت فيه ديك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق، ها هي كما كتشوفوا معايا. وغادي نستعملوا هكا بالكشكوشه ديالو بكل شيء، حيت هذه الكشكوشه هذه كتكون يعني غنيه بالقشده ديال الحليب. غادي نضيفوها هكا على الحمص اولا الدقيق ديال الحمص ديالنا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. يعني الحليب يكون سخون مزيان البنات. المهم هذه بالنسبه للطريقه الاولى اللي غادي نحضروا بها الدقيق ديال الحمص، اللي راه موجود عند العطاره فيما مشيتو راه كيتباع. تاخذوا واحد الكميه وتخليوها هكا للوصفات. المهم هذه الوصفه الاولى. هذا الحليب هذا تقدروا تعوضوه بحاجه اخرى اللي هي البنات الماء. بدلا ما غادي تديروا الحليب يكون مغلي وطايب مزيان على الدقيق ديال الحمص، غادي ديروا الماء، ولكن الماء حتى هو يكون طايب مزيان، يكون طايب اولا تقدروا ترجعوه
كاع هاد الخلطه هذه ديال الماء اولا الحليب والطحين، المهم سواء الحليب ولا سواء هذا الماء، غادي ترجعوها فوق النار حتى يبدا هاد الخليط ديال الطحين ديال الحمص كيعقد وغادي يولي لينا على شكل كريمه. في هاد الحاله هذه اذا استعملتوا الماء مع الدقيق ديال الحمص، في عوض الحليب غادي تستعملوا من بعد ما غنخلطوا نكملوا الماسك ديالنا، غادي تستعملوا في بلاصه الحليب الياغورت الطبيعي، واحد المعلقه صغيره من الياغورت الطبيعي. دابا انا ما عنديش الياغورت طبيعي واستعملت الحليب اللي غليته عفوا، وخليت ديك القشده ديالو تطلع في الغليه اللي هي ديك الكشكوشه، وصافي راه كيكون يعني غني حتى هو ومزيان. كما كتشوفوا معايا البنات غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب هانتوما، وغادي نضيف المكون الثاني اللي هو الدقيق ديال الارز. ها هو البنات عندي هنايا هذا الدقيق ديال الارز اللي عنده واحد الدور زوين بزاف في تبييض البشره ديالنا، يعني كيعمل واحد الدور زوين بزاف البنات. جربوه، الدقيق ديال الارز مع الدقيق ديال الحمص كيعطيو واحد النضاره زوينه بزاف، خصوصا الناس اللي كيعانيو من الكلف في الوجه ديالهم ولا من التصبغات. المهم كيصفي الوجه بواحد الطريقه زوينه بزاف، غير جربوه غادي يعجبكم. وهنايا باش نزيدو نغنيو هذا الماسك هذا غادي نضيف عليه هنايا واحد المعلقه ديال العسل اللي يكون طبيعي، ضروري ومؤكد العسل يكون طبيعي، يعني ديال العسل الحر 100%. استعملوا اي نوعيه ديال العسل كتعجبكم، ديال الحامض ولا ديال الليمون، المهم اي نوعيه ديال الزعتر ولا ديال، المهم اي نوعيه ديال العسل تكون عندكم. المهم والاساسي انه يكون عسل طبيعي 100%. العسل راه زوين بزاف وكيوالم جميع انواع البشرات، حتى البشره الحساسه ما كيتسبب ليها حتى شي حاجه، العكس كيهدن البشره وكيلعب واحد الدور زوين، يعني مفيد للبشره وكيحيد لي سيكاتريس. يعني العسل راه معروف عليه انه مضاد حيوي وكيحيد لي سيكاتريس. الا كانت عندكم شي طابع هكا ديال شي نمشه ولا شي حبوبه هكا في الوجه، كيساعد على انه يبريها وفي نفس الوقت كيحيد الطابع ديالها اولا السيكاتريس. المهم انا غادي نخلي هذا الماسك ديالي حتى يشرب واحد شويه ويزيد يعقد، حيتاش عندي هنايا راه الحليب سخون، راه باقي غادي يعقد ليا الخليط، ومن بعد غير يعقد غير واحد شويه وصافي، ماشي يعني يولي عجينه. وغادي نطبقوه على الوجه ديالنا اولا على البشره ديالنا. من بعد ما كيوجد ليا الماسك ديالي كنجيبوه وكنطبقوه على البشره ديالنا بهاد الطريقه هذه. انا كنعطيكم مثال يدي، وانتم بطبيعه الحال راه غادي تطبقوه على وجهكم وعلى العنق ديالكم، تقدروا تستعملوه حتى البشره ديال الجسم ديالكم اللي مالا زوين، راه فيه مكونات زوينه اللي كتبيض كتزول اولا كتحيد ديك الطبقه ديال البشره اولا الجلد الميت من الجسم. من بعد ما غادي تاخذوا الحمام ديالكم وتحكوا مزيان وتقشروا من بعد شي تبريمه ولا شي، مهم شي تحميمه تكون هي هذيك، وتستعملوه لمالا. وحتى داك المقشر ديال القهوه راه تقدروا تستعملوه للجسم كامل، رجليكم ليديكم الجسم ككل تقدروا تستعملوه. راه واحد المقشر غزال زوين غني عن التعريف، انا غير شاركته معكم وصافي، راه عارفه الاغلبيه كيديروه. وراها غادي تطبقوا هاد الماسك هذا اللي غادي تخليوه على البشره ديالكم واحد المده ديال ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه، تقدروا تخليوه حتى نص ساعه، ما كاين حتى شي مشكل، ما عنده فاش يضركم. صافي من بعد ما كتخليوه حتى كينشف مزيان من بعد ملي كينشف كيولي ناشف، كتقومي وجهكم غير بشويه هكا بحال اللي كتماسيو الوجه بشويه حتى كتقشروا مزيان في وجهكم. عاد كتغسلوا وجهكم ديك الساعه البنات بالماء يكون بارد مزيان، واذا كان مثلج من الاحسن، يعني
فيه بروده ماشي غير الماء ديال الروبيني. من الاحسن يكون الماء ديال الكونجيلاتور باش كتشدوا ديك المسام ديال البشره ديالكم تحسوا بواحد الانتعاش في البشره ديالكم، والوجه ديالكم كيتشد مزيان مزيان، وغادي تلاحظوا النتيجه اللي هي زوينه بزاف. واحد النتيجه غزاله، واحد النضاره غتكون عندكم في الوجه ديالكم وفي البشره ديالكم بعد ما كتنظفوا الوجه. بطبيعه الحال غادي تنشفوا وجهكم وغادي تديروا اما ورد او لا مباشره غادي توضعوا اي كريم عندكم كتستعملوه للترطيب ديال الوجه ديالكم اللي كيناسبكم، ومن موراها ديروا لي كرون سولاي ديالكم وبالصحه والراحه، وتستعملوا ديك الساعه اللي كيعجبو يدير المكياج ديالو او لا يمشي لخدمته. يعني كل واحد وكيفاش كاين اللي كيكتفي غير بالمرطب ولي كرون سولاي ديالو، كاين اللي كيعجبو المكياج وكيعجبو يتهلا في راسو. كل واحد على حسب اللي ابغى وعلى حسب المستطاع ديالو. مهمه البنات، هذه هي الوصفه ديالي اللي شاركت معاكم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.